السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هنعمل حلا الزبادي بالبسكوت. معايا كده مقدار من البسكوت ومعلقة من الزبدة سايحة ومعلقة مية. هاخد كده البسكوت، انا جايبة الفينجرز زي ما انتوا شايفين كده. بتختاري نوع بسكوت بيكون طعمه حلو، وبتنزلي بيه كده في الكبة وبتطحنيه لحد ما يكون ناعم جدا. طبعا انتي بتستعملي مقدار البسكوت اللي انتي حباه وعلى قد الصينية بتاعتك. بعد ما طحنته بالمنظر ده هنزل بقى عليه بالزبدة، هنزل حبة حبة علشان ما يعجنش مني. ولو زودتي الزبدة ممكن تبقي تزودي بسكوت مطحون لو معرفتيش تظبطي المقدار. وبحط كمان معلقة من المية قصاد معلقة من الزبدة، يعني انا حاطة حوالي 5 بواكي بسكوت اللي هو وزنه 100 جرام. حطيت معلقة زبدة ومعلقة مية. وممكن تحطي معلقة الزبدة الأول وتشوفي هتحتاجي المية ولا لا، لحد ما بيكون قوامه بالشكل ده. ألمه بيتلم، وهما بفركه بيتفرد تاني زي الرملة المبلولة بالظبط. هجيب بقى كده القالب، ويفضل صينية تكون بقاعدة متحركة علشان اما اجي ارفع الصينية واقطعها تبقى سهلة عليا ما تضايقنيش. وبضغط كده وبفرد البسكوت كويس وبضغطه في الصينية او القالب بتاعي. ودي بتكون اول طبقة. احنا بنحتاج نعمل 3 طبقات، طبقة البسكوت وطبقة الزبادي وطبقة الكراميل. دي كده اول طبقة، خلاص خلصناها. هنيجي بقى نعمل الطبقة التانية. معايا هنا كوباية زبادي وزنها 170 جرام. نوع الزبادي اللي تفضليه جهينة، المراعي، الأنواع كتير، بس يفضل في الحلويات الحاجات اللي يكون طعمها حلو عشان طعمها بيبان في الأكل. دي علبة 170 جرام. وكمان هنزل عليها بكوباية من اللبن البودر، وكمان نص كوباية من السكر الأبيض. وهضربهم كويس كده بالكبة. انا عملتهم مكان البسكوت عادي، مكان ما كنت طحنة البسكوت، مفيش مشكلة. وهاجي انزل بالطبقة التانية، وبكون مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة بكون مسخناه من فوق، مشغلة الشواية بس. وهدخل الطبقة بتاعتي التانية دي، هدخل القالب في الفرن تحت الشواية. مش هشغل الفرن، الشواية بس لمدة 10 دقايق او لحد ما الوش يبتدي ان هو ياخد لون. هاجي بقى احضر الطبقة التالتة. هنا معايا كوباية من المية وظرف من الكريم الكراميل، وكمان معلقة من الكاكاو ونص معلقة من النسكافيه، وممكن تستغني عنهم. هنزل بقى كده في كازرولة بالمية والكاكاو والنسكافيه، وكمان ظرف الكريم كراميل، وهدوبهم كويس على البارد. وبعد كده هرفعهم على النار لحد اول ما يبتدوا يغلوا كده، وهروح رفعهم من على النار. انا بدوبه كويس على النار. عايزه اقول لكم هتعجبكم جدا. هي بعد ما بتخلص بنحطها عشان تتماسك في التلاجة ساعتين كده. هو ابتدى يغلي، هرفعه بقى من على النار وهسيبه يهدى شوية عشان انزل بيه على الطبقة التانية يكون دافي. وده شكل اهو طبقة الزبادي وما خرجت من الفرن. هنزل بقى عليها. بصوا ما اختلطوش ببعض ولا اي حاجة. وخطوة الفرن دي مهمة جدا علشان ما يدخلوش في بعض الطبقتين التانية والتالتة، ما يدخلوش في بعض. هنسيبها تهدى وندخلها التلاجة ونخرجها. ده شكلها بعد ساعتين. بس زي ما قلتلكوا بيكون طعمها اجمل كمان
من ما هي عليه. بت اما بتبات في التلاجة بيبقى طعمها تحفة واحلى كمان من لما بتخرجيها بعدها بساعتين. طبعا بتكون متماسكة، احنا بنحطها في التلاجة عشان تتماسك والطبقات باينة. وكمان مفيش يعني لما حطيت ايدي على وشها مفيش حاجة مسكت في صباعي. وبس كده هنبتدي بقى نقطعها، وبتتقدم باردة. طعمها حلو جدا، الأطفال يحبوها. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الدعم واللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسيش تفعلي الجرس. ولو انتي أول مرة تشوفي القناة وعجبتك، ياريت ما تنسيش تفعلي الجرس، تضغطي اشتراك على المربع الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس وتفعلي كل الإشعارات عشان يوصلك إشعارات القناة بتاعتنا أول بأول كل ما ننزل جديد. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم عبير الجندي في ألف ب طبخ.